اقبال شديد جدا على شنو؟ على سالفه الكارديو. صار لي فتره انا اروح ايش وقت قبل الفطور بساعه بساعه ونص، اشوف كلش هوايه ناس على الكارديو، واليوم شفت ظاهره غريبه، الناس واقفين ايش وقت تخلص؟ ايش وقت تخلص؟ لذلك حبيت اشرح لكم هذا الموضوع، وهاي الطامه الكبرى الناس اللي فهمتها غلط، لانه كتن الفضول وسالتهم الناس اللي يدربون ايش تاكل انت؟ ايش تاكل انت؟ وانت ايش تاكلين؟ حصلت اجوبه جدا غريبه، بالتالي حبيت اسوي لكم هذا الفيديو، ويا ريت لو تشاركوه حتى الناس تستفاد. لما تجي انت تذب ثقلك وحملك كله على الكارديو وانت اصلا صايم، بهاي الحاله شنو راح يصير وياك؟ تنطي مجال لجسمك باستقبال اكبر كميه ممكنه من الاكل، لانه العضلات في حاله انهيار، فرغت كل الجلايكوجين اللي بداخلها وعضلاتك مهيئه للاكل. اذا تلوصها بدال ما تضعف راح تسمن، لان انت فاهم موضوع الغذاء بالمقلوب. خليني اشرح لك شوي هنا على موضوع الغذاء. احنا اول ما نفطر شوربه زين، تمر زين، بس بعدين راح يبدا الهجوم، قشري، لبن، ثريد، ماعون تمن، ايش راح يصير بعدك؟ انت هنا ايش سويت؟ انت الغايه من اجيت سويت كارديو قبل الفطور عبالك راح تحرق كميه جدا هائله من الدهون. انا وياك تحرق كميه هائله من الدهون، بشرط انه انت من تجي تفطر وتقسم الوجبات مالتك المفروض تكون محسوبه على جسمك وبيها عجز بالسعرات الحراريه. مو تسوي كارديو قبل الفطور مالتك وورا الفطور مالتك تلوصها، هذا اكبر غلط. لازم يكون اكو بالانس. لو خليها لا تتدرب وعوف رمضان بحاله، ورمضان للعباده، لا تجي هاي السنه كلها عايف التمرين وبرمضان تريد تسوي نتائج وبهاي الطريقه المقلوبه. باختصار، اذا تريد تسوي كارديو قبل الفطور مالتك من المفروض عليك وجباتك منظمه، ودائما انا اقول لك صح وياي،